السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي للأسف بيخسر من الهلال السوداني في بداية مشواره الأفريقي في دوري أبطال أفريقيا. أول مباراة للأهلي في دور المجموعات بيخسرها للأسف بغلطة من محمد الشناوي في كورة ثابتة كان يقدر اللي هو يمسكها. محمد الشناوي من الرغم اللي هو غلط في الهدف الأول لكن صلح الغلط بتاعه بتصدي ضربة الجزاء اللي جابها الهلال السوداني. انا من وجهة نظري والتاني مباراة على التوالي بقول ان الاهلي بيلعب ب10 لاعبين وليست 11. بيرسي تاو اللي كان النهارده بيلعب لعيب رقم 12 مع الهلال السوداني وليست مع النادي الاهلي. بيرسي تاو انا بقول من وجهة نظري ان اللعيب ده ما ينفعش يلعب مع الاهلي في افريقيا خالص، ما ينفعش اصلا يلعب مع الاهلي تاني. بيرسي تاو لتاني مباراة على التوالي انا مش شايف اللي هو موجود مع النادي الاهلي، انا شايف اللي هو بيلعب مع الهلال. وبرضه في مباراة فلامينجو بيرسي تاو ما كانش موجود، لكن انا مش هلوم او مش هشيل المسؤوليه كلها على بيرسي تاو. انا هاجي كولر شويه. كولر من بعد مباراه الريال وهو في توهان غير طبيعي، وكمان في ماتش الريال في كاس العالم كان بيلعب ب 4 2 3 1، وفي ماتش سيتا الامريكي واوكلاندو سيتي كان بيلعب 4 3 3. يعني انت بتلعب في نص الملعب بثلاثه امام فرق مش قويه مع احترامي ليهم، وبتلعب مع ريال مدريد افضل فريق في اوروبا باتنين في نص الملعب. ده انا شايف اللي هي غريبه شويه. حاجه التانية وهي انت استبعدت شادي حسين ليه؟ كهربا قلت اللي هو عنده نزله برد وكنت لازم تستبعده، قلنا ماشي. شادي حسين انت حاليا بتقول الاهلي ما فيهوش مهاجم، وهتدي فرصه لشادي حسين وهتعتمد عليه في المباريات القادمه. شادي حسين اجى معاك السودان استبعدت له من المباراه. طب ما انت كنت ممكن تسيبه على الدكه وكنت ممكن تنزله في الشوط الثاني. لكن انا ما اعرفش كولر بقاله كام مباراه مش في حالته الطبيعيه. كولر المفروض يراجع حساباته من جديد. الاداء النهارده كان في الشوط الاول كان متوسط، كان الاهلي كان بيروح وكان كمان قريب اللي هو يسجل وفرصة حسين الشحات الغريبة اللي ضاعت على رأي الكابتن عصام الشوالي لما كان بيقول اللي دي تعتبر ضربة جزاء. حسين الشحات طبعا ضيعها بغرابة شديدة جدا، كانت ممكن نخلص المباراة. انت لما شفت اللي كرة واحدة بس للهلال السوداني استغلوها وجابوا منها هدف، طبعا كانت غلطة من الشناوي خلصت الماتش. من الرغم ان هم جابوا ضربة جزاء والشناوي صدها، ومن الرغم ان هم جابوا كمان جول لكن اتحسب تسلل. الناس بقى اللي هتطلع تقول اللي هو مش تسلل، لا تسلل صحيح. قدم لاعب الهلال معديه اليو ديانج او معديه جسم اليو ديانج، يعني الحمد لله اصلا الحكم شافها وحسبها تسلل. اما في الشوط الثاني الاهلي ما جاش خالص. الاهلي يعتبر في الشوط الثاني كان اسوأ شوط للنادي الاهلي حاليا في افريقيا، من الرغم ان ده اول ماتش بس ده اسوأ شوط اشوفه للاهلي حاليا في افريقيا. الاهلي نزل الشوط الثاني علشان يدافع وياخد نقطه، وده طبعا اللي جمهور الاهلي ما كانش محتاجه. جمهور الاهلي كان عاوز اللي هو ياخد 3 نقاط. ما بالك بقى اللي انت خسرت من الهلال السوداني في السودان، هتعمل ايه امام سان داونز في جنوب افريقيا؟ فلازم كولر يبدا يراجع حساباته من الاول وفي اسرع وقت. ان عندك المباراه القادمه مع اسوان في اسوان وهي بعد تقريبا يومين ثلاثه، وهتسافروا النهارده من السودان لاسوان. فلازم كولر يبدا يراجع حساباته ويبدا بقى يشوف هو هيلاعب شادي حسين ولا مش محتاجه وعاوز يمشيه. وواضح جدا ان الاهلي محتاج مهاجم، واحنا عارفين الاهلي محتاج مهاجم من زمان. فلازم اداره الاهلي تتدخل بسرعه. انت قدامك فتره كبيره اهي من هنا لحد اول الصيف، عاوزين مهاجم قوي ويكون مهاجم افريقي او اوروبي على حسب بقى انت عاوزين تجيبه باي جنسيه، بس المهم يكون مهاجم كويس. النهارده احمد قندوسي لعب اول مباراه مع النادي الاهلي ونزل كبديل، بس مش هنقدر ان احنا نلومه او نحكم عليه من المباراه دي. هو نزل حاول اللي هو يوصل بالاهلي لمنطقه جزاء الهلال السوداني اكتر من مره، لكن ان شاء الله موفق يا احمد يا قندوسي وان شاء الله هتكسر الدنيا مع النادي الاهلي. كان المفروض من وجهة نظر اللي هو يبدأ أساسي، أو حتى كنت ابدأ بقفشة. من رغم ان قفشة الناس كلها مش عاوزاه يلعب في الأهلي، بس كنت ابدأ به مشي بيه الدنيا النهارده. لكن قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله القادم افضل، وان شاء الله الاهلي هيقدر اللي هو يفوز في كل المباريات القادمه. طبعا المباراه القادمه هتبقى مع اسوان في اسوان زي ما قلنا، وهتبقى الساعه 3 الا ربع بتوقيت القاهره. فبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في المباريات القادمه، وان شاء الله الاهلي موفق في كل المباريات القادمه. وبس كده وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. اشوفكم على خير، مع السلامه.